ازيك عامل ايه؟ اتمنى انك بخير. مش عارف، كسلت احط المايك بصراحه لان انا هسجل كام دقيقه بس كده. هو حاليا نور قطع فاللاب شغال، انا شحنه كويس من امبارح واول انا الدنيا كانت تمام. نمت متاخر في اول يوم. هو انا تحدي الاسبوع ده ان انا نمت متاخر في اول يوم، فالدنيا مش ما ظبطتش معايا في الاول وتمام. لحد الان الدنيا تمام. تاني يوم صحيت اهوت النهارده الساعه 9، عملت كام حاجه كده لحد دلوقتي، وحاليا الساعه 11 تقريبا. يا الساعه 11 فالدنيا في اللذوذ منها. الجو حر عشان النور قطع. فبس مش هنبطل تصوير، احنا مش هنبطل تصوير، واتمنى على اخر الاسبوع اكون وصلت لجول معين او هدف معين انا كنت عايزه. بس ده كده اول يومين. ازيك عامل ايه؟ اتمنى انك بخير. انا بدات التحدي خلاص، وده اول تحدي ليا. كنت قضيت يومين وتمام. النهارده اليوم الرابع تقريبا. كنت صورت فيديو عن اليومين اللي فاتوا. اول يومين كانوا حلوين، حتى النور كان قاطع وانا صورت برضو. شغلت التيوب كده كانت عندي وصورت، ما قلتش لا. بس مشكلتي حاليا ان انا مش بصور في كل الاوقات، ففي مشكله عندي في ان انا اصور او ادون عموما. دي برضو غلطه انا بدات بيها، ان انا ابدا اصحى بدري كاول عاده. لا، المفروض ان انا كنت اصور اكتر. بس تمام، هبدأ معاك وكالعادة الفيديوهات دي من غير سكريبت ولا أي حاجة، بطلع أتكلم معاك. بصراحة اكتشفت كام حاجة كده في الأربع أيام اللي فاتوا، وهي إن لازم أنام بدري عشان أصحى بدري، حاجة لوجيك جدا. والحاجة التانية إن أنا لازم أقوم عشان أعمل حاجة. يعني النهاردة أنا صحيت الساعة 7 فعلا، 7 الصبح، وما كانش ورايا حاجة أعملها فنمت تاني. بس فاكتشفت إن أنا لازم إن أنا أكون حاطط حاجة من قبلها بيوم، ودي برضو عادة احنا هنحطها ونشوف الموضوع ده. بس كل اسبوع هنشوف حاجة جديدة، مش هحط كله في نفس الوقت. لا، احنا بنعمل اول تجربة ونعالج الموضوع. اتمنى الدنيا تبقى في اللذيذ واعرف اكمل باقي الاسبوع. بصراحة ظروف التصوير هنا مش الطف حاجة، لان لازم كل شوية اضاءات سواء بالنهار او بالليل. احنا بالنهار حاليا وفي شباك مفتوح. هاخد الاسبوع الجاي ان انا اصور اوت دور على قد ما اقدر وانا جاي من الشغل وانا رايح الشغل، وهكذا. بالمناسبة أنا نزلت الشغل عشان المرة اللي فاتت قلت إن أنا مكسل. بصراحة الموضوع بدأ يجيب نتيجة من أول أسبوع وأول تغير حقيقي. بس ده كل اللي أنا عايز أقوله، إن إحنا على قد ما نقدر نكون بسطاء في التصوير. بصور عادي وأنا على الأرض، مش لازم بقى إضاءات واو والدنيا تمام. وإن شاء الله هصور كل يوم بقى، يعني أتمنى كده. إحنا وصلنا اللي إحنا عايزينه حاليا، وبكره وبعده هصور برضو باقي الايام ونشوف هنوصل لايه. الخلاصه ان انا اكتشفت ان في كذا حاجه لازم تتعمل، وهي اننا ننام بدري عشان نعرف نصحى بدري. تاني حاجه ان احنا نكون قايمين لهدف معين. فانا هصحى بدري ليه؟ فالحل بتاع الموضوع ده ان احنا نكتب احنا عايزين ايه من بالليل، او احنا رايحين الشغل بكره او لا، رايحين فين، هنعمل ايه. بمعنى اصح ان احنا نخطط لكل حاجه. انا عمال اكتب عادات كتير عايز تتغير، ما كنتش اعرف ان كل ده هيبان من اول اسبوع. بس الحمد لله ان احنا وصلنا لحاجه كويسه، ونفسيا انا بقيت احسن بصراحه، وبقيت ابص للكاميرا اكتر. وان شاء الله الاسبوع الجاي هيكون ده التحدي، ان احنا نبص للكاميرا وبس او نتكلم اوت دور. اتمنى انك تكون مستمتع معايا بالرحله. صباح الخير. يؤسفني اسفا شديدا ان انا بسهر بالطريقه دي من غير مايك برضو. واو، الموضوع جامد انك تصحى بدري وتشوف المنظر ده. من فترة كبيرة أوي بصراحة ما كنتش صحيت بدري أو يعني اتعاملت بالطريقة دي. والله أنا مفتقد جدا يعني الشعور ده. أتمنى إن أنا أستمر عليه. امبارح صحيت على الساعة 8 ورحت الشغل متأخر عشان مع إني كنت نايم الساعة 11 أو 11 ونص. بس اتس اوكي. الموضوع جامد بصراحة وجايب نتيجة، فهنشوف هترسى على ايه. انا مبسوط جدا بالشعور ده واتمنى ان هو يدوم بصراحة. في نشوة كده في الصبح. فعلا بورك لأمتي في بكوره. يا الله، اتمنى اجيب المايك واعمل شوية بيرول هنا. بس تمام، ان شاء الله الاسبوع الجاي تحدي جديد، هنشوف هنوصل لايه
وربنا يسهل. ما تنساش تعمل سبسكرايب. بصراحة موضوع انك تصحى بدري ده لذيذ جدا، فهنكمل ان شاء الله على نفس الموضوع كده وربنا يسهل. هنشوف التحديات الجاية هتبقى ايه. تقييمي للتحدي ده هو 6/10، عشان انا كسلت كذا يوم، بس كتوتال انا انجزت كتير بصراحة، ف مديله 6/10. اشوفك التحدي الجاي. السلام عليكم.